السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وتكونوا كامل كيما راكم مهنيين وبصحة جيدة. لا روتين تاعي تاع نهار اليوم حبيت نشارك فيها معكم مواضيع، واكيد حبيت نشاركها معكم بالمناسبة. هاد لا فيديو كانت بمناسبة عيد ميلادي اللي الزوج كان دار روحو نسى، ومن بعد في اخر لحظة بداو يبانوا المفاجآت. الوغ حبيباتي تشوفوا درتها بسيطة، يعني الزوج كان دارها لي بسيطة. هذا ما كان، هذا واش يهمني انا. وحبيت نقول لكم باللي في حياتي اليوميه اكيد مع الصباح كي نوض نشارك معكم لي روتين تاعي اليوميه اللي راني نديرها بكل حب وتواضع وبساطه بطبيعه الحال. ولكن مؤخرا قريت واحد المقوله اللي تقول لك يعني عندك 8 اسرار رائعه باش يكون عندك استقرار. يعني الاستقرار في راسك، استقرار الحياه، استقرار في كلش، يعني في الحياه اون جينيرال كما حنا نقولوا. وحبيت نقرا لكم هاد الاسرار، وممكن تعتمدوا عليها، وممكن حبيباتي تاني تفيدكم كما فاتتني انا. باسكو صراحه هاد الاسرار اللي حنقوله لكم دوكا واسمهم اسرار، يعني راح يفيدوكم في الحياه المستقبليه ان شاء الله. وسختو اللي راهم جايين للدنيا، هذوك العبيطقات صغارات، ما حتى وحده كبيره تعرف اكيد تنظم وقتها. حبيت نقول لكم حبيباتي السر الاول، هذا السر انا مازال ما كتبليش ربي، ولكن اكيد راح نتعامل به ان شاء الله كي يكتب لي ربي. اذا كانوا عندي دراري جامي نعلمهم باش يولوا مرفهين. هذه حاجه يعني لازم ديروها في بالكم. ولكن كيفاش نعلمهم باش يكونوا فرحانين. ومن بعد شوفوا كي يكبروا يعني كي تعلموهم بلي اي حاجه صغيره يفرحوا بها، مثلا حاجه غير هكا تاع 1000 راك 2000 يفرح بها، باش غدوه من الغدوه كي يكبر يولي يعرف قيمة هذاك الشيء وما يغزرش في السعر تاعها. يعني ماشي كي تجيب له مثلا غدوة من داك واحد طفلة ولا طفل تجيب لها زعما ساعة هكا تقول لك هذه ماشي لوريجينال، ما عندي حاجة بها. هذه يسموه تكبر، يعني لهنا حيولوا ولادك يتكبروا وماشي مليحة. السر الثاني استسمح منكم حبيباتي. السر الثاني قال لك لا شوفوا لازم تتعلمي تاكلي يعني الماكله الغذاء تاعنا اللي رانا ناكلوه كل يوم ناكلوه كي شغل رانا ناكلوه في الدواء. علاش؟ باسكو لو كان ما ننظموش وما ناكلوش اكل صحي اكيد راح نولوا ناكلوا الدواء كي شغل هو الغذاء تاعنا. صح ولا لا؟ لازم علينا ننظموا الغذاء تاعنا وناكلوا اكل صحي، وما لازمش يعني نديروا الافراط في اي حاجه. المقولة ولا السر الثالث اللي كان عجبني بزاف حبيت نقراه لكم. قال لك الشخص الذي يحبك لن يتركك أبدا، لأنه حتى ولو كان هناك 100 سبب لتركه، هو أو هي ستجد سببا واحدا للبقاء. وهذا صح. والله يا حبيباتي صح، الإنسان اللي يحبك، شوفوا اللي يحبك واللي يموت عليك والله ما يخليك. أما هادو العلاقات العابرة اللي رانا نشوفوهم، وهاد العلاقات اللي رانا نهضروا في التليفون وكذا، هادو كامل علاقات تسمى علاقات عابرة. ما تبنيش حياتك عليها لو كان ما تشوفيش، باش تعرفي الانسان المعدن نتاعو والاصل تاعو كي تعاشريه ولا تسافري معاه. هذه يعني مقولة من بكري يقولوها عليك وعلى هذا الشيء، على بها ما ديريش ثقة في أي واحد. يا بنتي يا أختي يا وش نقول لك، يا عزيزتي ما ديريش ثقة في حتى واحد، حتى تشوفيه ولا حتى تعاشريه ولا حتى تعيشي معاه وتعرفي اكزاكتومون النوايا تاعو. باسكو كاين بزاف اللي تكون نيتهم حسنه ولا الظاهر تاعهم تكون نيتهم حسنه، ومن بعد كي تعاشريهم يبانوا من اخبث البشر. المهم حبيباتي باش نوليكم لا روتين ما نواسيلكمش لهنا كيما راكم تشوفوا. كنت شويه زعفانه، إبا فرغت زعافي كامل في الشغل كيما راكم تشوفوا. كيما قضينا يعني هادوك البيدون كنت البيادن هادوك عفوا كنت غسلتهم وعمرتهم شتو شي 3، زوج عمرتهم بفرينة وواحدة بالسميد. يعني صراحة كنت حابة وحدة سميد موايا مي ما راهوش متوفر. كيما كنت نقول لكم بلي ما راهوش متوفر حبيباتي، على بها دوكا يعني درت فيه الفرينه باسكو ما يرفدوش 5 كيلو ماشي كبار بزاف. الوغ لهنا نكمل تاني نولي لي زيبيس تاوعي نواسيهم. وبالمناسبه انا راني نخدم ونكمل نقرا لكم طبيعة الحال، نقرا لكم الاسرار، 8 اسرار اللي حبيت يعني نشاركها معكم. قال لك شوفوا السر الرابع وشنو هو. قال لك هناك فرق شاسع بين ان تكون انسانا او تتصرف كانسان، قليل اللي يعرفوا لها.
أكيد صح والله غير صح. التربية تلعب دور، صدقوني ربوا ولادكم على التربية، ربوهم على الاحترام، يحترموا الصغير قبل الكبير. وإحنا تاني وأنتِ تاني لازم تكوني تحترمي الصغير قبل الكبير. أنا نشفع على روحي بلي ملي كنت صغيرة معلمة، يعني علموني والديا والحمد لله ربي إن شاء الله يعطيهم ما يتمناو. علمونا كي انا كي خاوتي باللي الاحترام بيناتنا. يعني شوفوا حتى خويا الصغير وما نقدرش زعما نسبو ولا نعايرو ولا مانيش عارفه انايا، لازم يكون كاين احترام بيناتنا. بيناتنا قصره، بيناتنا تصارى مدصرين على بعضانا. انا طفله واحده ومدصريني كامل، مدصرتهم كامل بطبيعه الحال باسكو خاوتي هادو. ولكن ما عندناش قلة الاحترام توجور، غير واحد فينا زعما هكا يفوت لحد تلقاي ماما ولا بابا يبلق عينيه فيك باش يخليك، والله باش يخليك يعني تفيقي بالخطأ تاعك. والله صدقوني قال لك شوفوا، اذا راكي حابه تكسبي حب الناس وشنو هي الحاجه اللي لازم ديريها؟ لازم تكسبي حب والديك. اذا حبك والديك امنيني اقسم بالله العلي العظيم غير ما تسحقيش حتى واحد، باسكو علاش والديك هما اللي يزينوا المنظر تاعك للناس. اذا كانوا باسكو شوفوا صراحة نحكوا شوية نفهموا بزاف، توجور تلقاو الوالدين عندهم واحد مفضل، صح ولا لا؟ لا تسقسي زعما تقولك ايه نحبهم كامل بصح البكري تاعي هو المخير. وماذا زعما تقول لها تحب زعما تروحي للبابا تقولي ايه هكا تحبوا كامل، تحبي كامل ولادك بصح شكون فيهم؟ نسقسيو هذا السؤال، شكون فينا اللي تحبيه اكثر؟ يقولك زعما مثلا نحبهم كامل، مين نحب الصغير تاعي. كل واحد وكال يقولك نحب الوسطاني باسكو يفهمني. وهما علاش يحبوا هذاك؟ علاش هذاك الانسان صح هو البكري تاعها ولا الصغير تاعها ولا الوسطاني تاعها؟ علاش هو بالذات من العوض الاخرين اللي تحبوه كثر؟ هي ما تفرقش بيناتهم وتعاملهم. ماني نقول لك يعني الامومه كيفاش دايره الامومه، ولا يعني حتى الاب بصفه عامه، يعني الوالدين بصفه عامه توجور تلقاو يفضلوا واحد. علاش؟ باسكو هذاك الواحد تلقاوه حنين عليهم، يخاف عليهم، يسقسي عليهم، يحوس عليهم. توجور تلقاوه يحبوه بزاف. ماشي معناتها الاخرين ما يحبوهمش، لا لا بالعكس. وكل وحده فيكم تحت تكتب لي اللي عندها، يعني اللي عندها وليدات تكتب لي تقولي اسكو راني غلطه ولا لا لا. على بالي بلي مانيش غلطه، باسكو شوفوا هذه مقوله ترى يعني من بكري وحنا نشوفوا فيها، نشوفوا بلي توجور اليمات تميل للواحد والبابات تاني يميل للواحد. بصح ماشي معناتها راهو يفرق بين ولادو ولا ما يحبش الاخرين ولا مثلا يعطي لهذا والاخر لا لا. القسم شوفوا يقسموا العدل يديروا بصح في القلب، في القلب الله غالب هذاك هو اللي تلقاوه يحبوه، صح ولا لا لا؟ المهم السر، السر السادس اللي هو إذ أردت أن تمشي بسرعة امشي وحدك. هكا اذا راكي حابه تمشي كي حابه تمشي بالخف امشي وحدك. بصح اذا راكي حابه تمشي بعيد توصلي للبلاصه شغل بلاصه ما لا نهايه، امشي مع اكثر انسان تثقي فيه. هذه هي، هذا واش نقدر نقول لك. باسكو علاش؟ الانسان اللي تثقي فيه هو الانسان اللي تحبيه وهو تاني يبادلك نفس الشعور. كوني على يقين وكوني متاكده حبيبتي باللي راح يدعمك، ما راحش يرجعك للور. نعطيكم مثال في العلاقات الزوجيه تاعنا كامل كيما رانا، اللي متزوجه اللي مخطوبه اللي كل وحده فينا يعني المستوى تاعها ولا وين راهي واصله. كاين اللي بالذبو والذراري، كاين اللي غير كيما تزوجت. المهم تشوف بلي هذاك الراجل هذا الراجل خلاص يبا. بصح من بعد 10 تلقاوها بالك طلقت معاه، بعد 10 سنين طلقت معاه، بعد شهرين 3 شهور ما فهماتوش وما فهمهاش وطلقوا مع بعضهم. ولكن تلقاو العلاقه الناجحه بين الزوجين كي يكونوا صحاب. واش معناتها؟ معناتها الزوج والزوجة ما يكونش بيناتهم هذاك الحاجز تاع انت راجلي وانا مرتك. هذه ما لازمش تكون في العلاقة، هذه وحدة. والحاجة الثانية كيفاش تكون باللي الزوج يدعم الزوجة والزوجة تدعم الزوج. إذا كان الزوج في ضيقة مالية ما تقدر يعني ماشي تنحيها له من فمه باش تاكلها هي، نو تنحيها هي من فمها وتسالني. نحكي لي قدرها، مانيش نحكي هذيك اللي تروح مسكينة تعطيلو وتواسيلو من بعد نهار اللي تطلع به واول وحده يبدلها هي. نو ماشي هذا، رانا نشوفوا في الايجابيات. هكا خلونا نشوفوا الايجابيات. قلت لكم كيما هي تدعمه في الضغط يعني ولا في الضيقه الماليه تاعو، لازم هو تاني يدعمها في احلامها في مشاريعها في كلش.
فهمتوني؟ لازم في كلش يدعمها صدقوني. وصراحة الدعم يجي من عند الزوج. شوفوا وحدة ناجحة، تلقاو وحدة ناجحة والله غير تلقاو موراها راجل. صح الوالدين في عندهم مكانة، صح شغل يوقفوا معاها، بصح وحدة ناجحة وهي متزوجة اقسم بالله غير تلقاو موراها راجل. وهذاك الراجل كيفاش نقول لكم، نعم الراجل اقسم بالله صدقوني. صح قولوا لي حبيباتي. في السر رقم 7 حبيت نعطيكم أشهر وأحسن أطباء في العالم، ولا أحسن 6 أطباء في العالم. اللي تعرف الإجابة تكتب لي. على بالي بلي ما حاش تعرف، واحد تقولوا لي بالك طبيب القلب، لا لا. وشنو هو الطبيب رقم 1 في المرتبة رقم كما احنا نقولوا؟ قراءة القرآن والعمل به. يعني شوفي قد ما تقراي القرآن تفهمي المعنى تاعو وتخدمي كما هو. البر بالوالدين، الإحسان، اليتيم، يعني بالك على اليتيم. بزاف صوالح فيها حكم ولازم نمشوا عليها. الطبيب رقم 2 ضوء الشمس. عليك بتعرض ضوء الشمس، باسكو شوفوا الشمس سبحان الله سبحان الله. شوفوا الشميسة عندها فوائد كبيره علينا حنايا. مثلا انتيا اللي هذيك مخزونه في الدار وما تخرج بزاف تلقاوها تمرض بالخاف، تلقاوها ما عندهاش المناعه، تلقاو بزاف صوالح. المهم عندك الراحه النفسيه. اكيد هذه الراحه النفسيه. شوفوا الراحه النفسيه لازم نتعلموا نديروا نطاق وحدود للراحه النفسيه تاعنا، ونكبروا هذاك النطاق تاع الراحه النفسيه تاعنا. باسكو حنايا صراحه ميم كي تخرجي برا شغل تحسي روحك ماشي اليز، بصح تقعدي في هذيك البلاصه، تحسي روحك ما كيش مليحه بصح تقعدي في ديك البلاصه، وهذا خطا كبير حبيبتي. لازم عليك يعني تكوني متصالحه مع نفسك. طبيب رقم 3 الصحبة الصالحة. باسكو كي تكون عندك صحبة صالحة، سواء زوجك سواء صديقتك سواء أي واحد في الدنيا، خوك، كي تكون صحبة صالحة والله صدقيني غير تعيشي في حياة هنية. باسكو علاش؟ الحاجة اللي تغلطيها الصحبة تاعك هي اللي ترجعك للطريق. نهار اللي طيحي في المشاكل الصحبة تاعك هي اللي توقف معك وتنحيها من عمرها وتعطيها لك. عليك بالأكل الصحي، هذه حاجة باينة. والثقة في النفس. الثقة في النفس أنا قلتها لكم انكم كي تروحي لبلاصه يعني داخله في الراحه النفسيه تاني، كي تروحي بلاصه ما تحسيش روحك اعلاز ترفدي روحك بكل ثقه. ويعني حبوا يقولوا متكبره مغروره، ولكن انا مانيش حاسه روحي مليحه. صح ولا لا؟ لا على بها نقول لكم، على بها حبيت نقول لكم حافظوا على هذه المراحل كامل في حياتكم واستمتعوا بحياه صحيه. يعني قراء هذو الاطباء حافظوا عليهم بين 6 باش تقدروا تكونوا في حياه صحيه جيده. والسر الأخير حبيباتي اللي هو رقم 8، عندما تنظر للقمر فأنت ترى جمال الله. كي تشوفي في القمر تشوفي ربي جمال الله، يعني وش خلق تقولي سبحان الله. وعندما تنظري للشمس فأنت ترى قدرة الله. تشوفي الشمس كيفاش شاعلة، يعني على بالك كيفاش النار وكلش وتدفي، وربي دار لنا حكمة فيها وكلش. وعندما تنظر في المرآة فأنت ترى أحسن مخلوقات الله. لذا عليك أن تثق بنفسك، ولا عليك أن تثقي بنفسك. توجور نقول لك باللي الثقة في النفس هي من بين أساسيات النجاح في الحياة تاعك. لازم تكوني عندك ثقة في نفسك، لازم تكوني إنسانة واثقة، لازم تتأكدي. شوفي باش تكوني واثقة لازم تكوني رابطة علاقتك مع ربي، وتكوني واثقة باللي ربي نحالك حاجة عطاك حاجة واحدة أخرى. هذه ديريها مليح في بالك. الو حبيباتي، ايا نولو تشوفوا لهنا لا فيديو حبيت نشارك معكم هاد لانيفرسير تاعي البسيطه. شوفوا انا صراحه وليت كي دخلت ل30 يعني كي وصلت للثلاثينات يقول لك مرحله نضوج المراه يا اخي هكا. الوغ انا صراحه صح عقليتي تبدلت بزاف. كان صوالح كنت نزعف عليهم بالخوف وليت ما على باليش بيهم. الناس اللي ولات تدخل في حياتي ومن بعد تعاود تخرج فاسيلمون كيف ما برطاليش. باسكو علاش؟ على بالي بلي ماشي انا الخاسره، انا حياتي راهي تمشي، ومام هذوك الناس ربي يوفقهم ان شاء الله في حياتهم، وحياتهم تاني راهي تمشي، ماهمش حابسه على جالي، ماهمش قاعدين دايرين يدهم على خدهم يبكيو. مام لو كان زعما انا خرجت من حياه هذوك الناس وحسيت روحي مانيش مرتاحه وخرجت من حياتهم، هذه حاجه طبيعيه. وتاني قلت لكم شوفوا دوكا راني شوفوا بكري كنت نشوف العمر هو عمر، ولكن دوكا صح راني تاكدت بلي العمر هو مجرد رقم في لي بابي. اما العمر في داخلي انا
كيفاش نشوف روحي؟ أنا وحدة نشوف روحي مازلت في عمري 18 سنة، هذيك الطفلة اللي كانت 18 سنة، هذيك اللي حابة تخدم، هذيك اللي حابة تحقق، هذيك اللي حابة دير، هذيك اللي حابة تمد كلش، هذيك اللي حابة تنشر الطاقة الإيجابية، هذيك وهذيك وهذيك. صراحة الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها، صدقوني الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها إنه القناة تاعي هذه تاع اليوتيوب ما حليتهاش قبل الزواج وما حليتهاش في هذاك اللاج، باسكو في هذاك اللاج كنت بزاف مفعمة بالحياة كما قال واحد. والله صدقوني كنت بزاف نحب، كنت بزاف نحب الحياة، نحب تفاصيل الحياة، خدمت، خرجت، حوست، ضحكت، لعبت، بكيت، درتهم كاع. تعرفوا واش معناتها درتهم كاع؟ الحمد لله العائلة تاعي كانت يعني واقفة معايا في كامل الظروف تاعي، صراولي مواقف، صراولي صوالح بزاف يا إلهي. وكان نولي نحكي لكم، نفتح لكم كتاب، صراولي يعني نحكي لكم قبل الزواج صراولي بزاف صوالح. طحت في انتكاسات، طحت في خيبات امل، طحت في، خسرت بزاف عباد نعرفهم، كسبت عباد تاني نعرفهم جدد. ولكن كاين عباد اللي صدقوني في ظر هذو كامل نحكي لك ملي كنت صغيرة، يعني في ظرف هذو كاين عباد في ظروف هذو كامل الوحيدين اللي ما تبدلوش الحمد لله. يعني كاين عباد اللي عشت معاهم احسن ايامي. عندكم شوفوا، عندكم ابتسام صديقتي، ابتسام صديقتي كريمة، وبنت خالتي سوسن، وهذو كامل يعني البقية كامل. كاين اللي من بعدها باش جاوني نحكيكم ملي كنت صغيره، باسكو هذوك كاع لاش تاعي، يعني مانيش نحكي لكم على دوكا صداقاتي اللي دوكا في اليوتيوب وهكا ونقدر لهم ونقدم لهم، يعني نقول لهم ان شاء الله ربي يوفقكم في المجال تاعكم كامل، اللي نعرفهم واللي ما نعرفهم ان شاء الله ربي يوفقكم ويعطيكم ما راكم متمنيين. الوغ لهنا حبيباتي، الحمد لله، كما قال واحد كبرنا بعام، وان شاء الله هذا العام يكون فيه الخير عليا وعليكم نتوما تاني، ان شاء الله نحقق فيه واش ما رانيش قادره، يعني واش ما قدرتش نحققه في العوام اللي فاتوا، ان شاء الله هذا العام نحققه. عندي اهداف بزاف في راسي. الهدف رقم واحد كانت عندي، كان لازم نجيب سياره، والحمد لله يعني شريناها كيفاش نقول لكم، بالصبر الصبر وبزاف الحرمان، ماشي شويه بزاف الحرمان، قدرنا نجيبوها الحمد لله. والحمد لله دوكا نقدر نروح لكل بلاص، نخرج، الحمد لله والله غنحمد ربي صباح وعشيه. ومازال ان شاء الله باذن الله حوايج واحد اخرين كاين. راني حابه الاستقرار، راني حابه بزاف صوالح شابين، واكيد هذه المراحل في حياتي مانيش عارفه، يعني الاهداف مانيش عارفه وقتاش يتحققوا لي، ولا الامنيات اللي راني متمنيتهم ما نقدرش نقول لكم اسكو هذا الشهر ولا الشهر الجاي ولا شهر اللي منهي، ولكن متاكده وعندي يقين باسكو شاده في ربي وربي جامي يخليني، متاكده وعندي يقين باللي ربي راح يحقق لي كامل هذوك الاهداف. هذا هو لا فيديو تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه وهدرت بزاف على بالي بصح ولا غير هذا كامل باسكو نحبكم ونموت عليكم، نحبكم كامل تكتبوا لي تحت جويوز انيفرسير. نحبكم حبيباتي، تهلاو لي بزاف في روحكم. وهذه هي العيد ميلاد تاعي بسيط اللي درناه غير انا والزوج. شكرا لكم كامل، شكرا كامل اللي بعثوا لي في الانستغرام، وما تنساوش تجون عندي الانستغرام اللي هو استوديو ايمان. مرحبا بكم كامل تما حبيباتي، نحبكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ويكون فيه الخير وتفاؤل، تفاؤلوا خيرا تجدوه. سلام.